صباح الخير أصدقاء ماما كوكا أوكا. رحنا حديقة الحيوانات أنا وأحمد، وأول حاجة شفناها الهامستر ده نوع من القوارض زي الفار بالظبط، بس ظريف جدا. هو بيأكلوه ممكن في جيوب كده حوالين بقه، وبيخزن فيها الأكل، وممكن ياكل جزر وخضروات وفواكه. دلوقتي أحمد بيأكله حاطط في العصاية قطعة من البطاطا، رغم انها مش من أكله المفضل، بيديهاله. رحنا بقى على قفص القرود الظريفة الجميلة، الناس قاعدة تحدف لها السوداني والأكل، وهي تمد ايدها وتاخد. شايفين قد ايه ظريفة، وتمسك الأكل وتاكله زي البني ادمين بالظبط. ده احمد بياكلهم ورق الخس، بس خايف فمش قادر يوصله. اهو قعد بقى ياكل الخس ومبسوط عليه، ظريف جدا. ده كمان نوع من القرود. دي حديقة الحيوانات في الزقازيق. طبعا الزقازيق محافظة تبعد عن القاهرة حوالي ساعة، وكل منطقة تقريبا فيها حديقة حيوانات مستقلة غير الحديقة الكبيرة اللي في الجيزة. الله ظريف، ده شكله جميل، قاعد يلتهم الأكل. البجعة بقى هي طائر مائي، وليها جيوب تحت منقارها بتاكل الأسماك. اتفرجنا على مكان البجعة، في بجعات كبيرة قوي وظريفة، وحاطين معاها بط ووز. هناك اهو الوز، لأن الوز بيحب المية وكمان بياكل أسماك. الوز طبعا احنا بنذبحه وناكله، جميل جدا. الله على منظرها. كان يوم جميل خالص، وشفنا طيور وحيوانات كتير. دي النعامة بقى، برضو الأطفال بيأكلوها، بس جيت أكلها بقى عضتني.
الخص راحت نتشة الخص من ايدي وراحت عضاني. احمد هو مش عارف يوصلها لانه خاف تعضه زيي. ما شاء الله. ده اللي بيعمله من ريشة مخدات، ريش النعام. رقبتها طويلة جدا لكن شكلها ظريف. طبعا بتتاكل ومصر بقت تصدرها للدول. هنشوف بقى السيد قشطة اللي هو فرس النهر. ده دايما بيجي من جنوب افريقيا. وزن الفرس النهر او سيد قشطة بيبقى حوالي 1500 كيلو. مدة الحمل بتاعه بتكون 243 يوم. هو بيتغذى على اي حاجة بيفتح بقه بنحدف له اللي بينزل في بقه بياكله. بياكل طبعا اسماك وياكل خضار واي شيء بنحدفه له بيفضل فاتح بقه ويروح واكله. هو حيوان أليف غير عدواني بالمرة. ده الطاووس الجميل. ودي غزالة. طبعا الغزالة بتتاكل زي المعيز، بس طبعا لحمها أجود الأنواع. ده نوع من المعيز، من الماعز. دي غزالة طبعا. ده نوع من أنواع الماعز. ده الفرس الجميل. كانت زيارة موفقة لحديقة الحيوانات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو وتشاركوه لأصدقائكم وتشتركوا معنا. إلى اللقاء.